عارفه زي ما بيقول لك مثلا لما تطفي النور بالليل بيطلع لك العفريت، هو انت هم بقى بيطلعوا لي العفريت. طب انت جربي يعني امشي معاهم تعالى بقى انا هنطفي النور ونستنى العفريت، اما يطلع العفريت نبقى نشوفه. جربي الناس اللي جربت بجد، بس الاول انت تبقى عارفه هتروحي فين. انا بقول يا جماعه والله انا ان شاء الله انا السنه دي هصيف يا اما في اسكندريه يا اما في مرسى مطروح. خلاص مش هروح الغردقه، بس خلاص انا حذرت انها اسكندريه يا مرسى مطروح. ده خلطتك الاولانيه. انا خلاص كده عرفت ان في البيت في مانجا وتفاح وبرتقال ومش عارف ايه، فانا لو هخترع من اللي موجود ده دلوقتي، فانا خلاص انا قررت ان انا بحب ده وبحب ده وبحب ده وبحب ده، احطهم على الترابيزه وهبدا بقى انا ازود تفاح، ازود مانجا، ازود فراوله، ازود مش عارف ايه، واستعين يا ماما هو انا لو حطيت مانجا زياده هيبقى طعمها مزز كده. هي ماما فاهمه ان المانجا مززه ايوه فهتديك النصيحه، بس هي ادتك النصيحه على اللي انت اخترتيه، مش ادتك النصيحه على اللي هي فاهماه. فاهمه الفرق ما بين الاثنين؟ فهمت. ده مهم جدا 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 تبقى انت فاهمه. لما نوصل لمرحله بقى سوق العمل، دي الناس اللي شغاله مش الناس اللي في الكليه. الناس اللي واخده كام ايوه واحد تعرفيه متخرج من كليه ما بيشتغلش بشهادته؟ كتير جدا. مش كتير جدا، ده هم لا يعد ولا يحصى، ده احنا عايزين ندور على الناس اللي بيشتغل متخرجه بكده. واشتغل بالبكالوريوس ولا بالليسانس اللي هو مم. اتخرج من الكليه بيه. دول مش هتلاقيهم، يعني لما نلاقي ناس دي لازم نعملها تماثيل لان دي مش كتير. اللي بيعمل كده بقى بيوصل يبقى دكتور جامعه. دكتور جامعه ده مش في القمه. هو في فرق ما بين دكتور جامعه في كليه اكس وفي فرق ما بين دكتور جامعه في كليه واي. الاثنين دكاتره في الجامعه والاثنين اسمهم صح. استاذ جامعي والاثنين بيخشوا وليهم مكاتب في الجامعه وبيقعد قصاد الطلبه في المدرج كتير وبيشرح لهم وبيعلمهم وبيعمل كتب والكتب بتنزل وبتدرس وهكذا، صح ولا صح. غلط؟ لكن هو دكتور في معهد، دكتور في كليه تجاره، دكتور في كليه حقوق، دكتور في كليه طب، دكتور في كليه سياسه واقتصاد، دكتور في اي كليه اسمه دكتور في الكليه. هو اختار انه يكون مش من الناس اللي دخلت مش عادي. وخلاص. انا مم. مقرر ان انا هبقى مش انا مقرر ان انا هكون من افضل الناس في المجال بتاعي. انت ايه المجال اللي نفسك تبقي من افضل الناس فيه؟ انسي اي حاجه تانية غير كده. انت نفسك تبقي من احسن الناس في مين؟ في ايه؟ ابقى انا اشطر واحده في ايه؟ شارعكم ممكن يبقى فيه 3 4 سوبر ماركت، صح؟ صح. 3 4 سوبر ماركت دول هتلاقيكم انتوا بتتعاملوا مع واحد فاهم. حتى لو هو اغلى، بس هو ازيك يا منى اخبارك ايه وزي ماما بابا عاملين ايه ومش عارف إيه. هو عارفك وبشوش وبتتكلمي معاه وبتاع. انت وصلتي ان انت خدتي قرار ان الراجل ده هو اللي انا بشتري من عنده كل طلباتنا. خلاص انا بشتري السوبر ماركت من هنا وخلاص. انت اللي لازم تبقي بتاخدي قرار زي ده بناء على كل العوامل المحيطه. الكليه نفس الموضوع، هو اختيار. انت لازم تبقي مرتاحه له، انت لازم تبقي بتفكري عايزه تعملي في ايه. ايه الخلطه اللي انا لما هعملها ابقى اشطر واحد؟ كام فرن عيش حواليك وكام حد بيخبز عيش، بس في واحد رغيف العيش بتاعه اطعم رغيف عيش. ما تفهميش ليه. هو بتاع العيش ده ممكن يبقى اساسا ما بيعرفش يقرا ويكتب، انت فاهمه كده، بس بقى له مثلا 20 30 سنه بيخبز عيش. هاتي واحد يعمل حاجه 20 30 سنه هيبقى اشطر واحد فيها. هو الراجل ده مقرر انه يعمل احسن رغيف عيش في المنطقه عندكم، فالمنطقه كلها بتيجي تاخد من الفرن دي ما بتخش من الفرن الثاني. اللي بياخدوا من الفرن الثاني الناس اللي بتبقى معديه من المنطقه لكن مش اهل مم. المنطقه، مش زباينه. دول الناس كده بتاخد قطاعه وخلاص هو عيش والسلام. او التاني لما بيشطب فالباقيين بيشتغل. انت ايه اللي يخليكي اشطر واحده؟ حاسه ان انت لما هتعملي ايه هبقى انا احسن من كل اللي فاتوا، هبقى انا من الافضل، هبقى انا من الاجود. ده السؤال، مش كليه ايه. اللي انا هعمله ابقى ايه؟ مش كليه ايه. انسي الكليه. انا لو بقيت محاميه هبقى اشطر محاميه. اه. انا لو كتبت قصص ودخلت اداب فانا هبقى اكتب احسن واحده بتكتب قصص. الكونسبت بتاع انا اقدر، انا هبقى احسن، انا هبقى اشطر في ايه. كنت لي انا والله انا هرسم، انا شايف ان الرسم بتاعي انا لما هرسم انا هعمل الموناليزا الجديده. في موناليزا قبل كده، الموناليزا الثانيه بتاعتي انا اللي مسؤول عن الموناليزا القادمه. ممكن تبقى حاجه زي كده. انا والله امثل، انا شايف ان انا والله الممثله فلانه ولا الممثله علانه هي شاطره، بس انا لما هطلع هخليهم ينسوها، هوريهم التمثيل زي ما الكتاب بيقول. انا هبقى اشطر واحده بتمثل. انا والله لما اخش كليه سياسه واقتصاد انا بقى اللي هصلح اقتصاد البلدي ولا اقتصاد الدول انا اللي هحل مشاكل الاقتصاد الموجوده في العالم كلها. بتاعك مش بتاع حد. هنساعدك ونبقى واقفين معاكي، بس لازم انت تقولي انا الاول هخش المطبخ ده وهطلع انواع الفاكهه دي عشان اضربها كلها مع بعض في الخلاط وادوقكم الكوكتيل بتاعي. افرجكم بقى منا بعد التعديل، منا بعد ما فرمت الثانويه العامه، منا الجديده اللي لا سمعتوا ولا تسمعوا انها. انا مش النهارده في وسط بتوع الثانويه العامه وغصب عني بدرس مواد كل الناس بتدرسها. اللي جايين انت اللي هتختاريهم، الكتب اللي جايه انت اللي هتختاريها. ينفع اخليكي تذاكري كتاب ما اخترتهوش لو انت عندك الاوبشن ده؟ لا.
انت هتعملي في نفسك كده لو خليتي كل الناس اللي انت بتقولي عليهم هم اللي يختاروا لك، هم يرشحوا لك، أيوه، بس يقولوا ما لك حدش ده يختار. حلو ايه وده وحش في ايه، وده هتستفيدي منه وده مش هتستفيدي منه، وده سوق العمل عايزه، وده بيطلعوا يشتغلوا ب 50,000 جنيه في الشهر، وده بيطلع يشتغل ب 200,000 جنيه في الشهر، وده بصي بقى مش هتقعدي في مكتب، هتفضلي تلفي طول النهار والليل وتسافري وطيارات وبتاع وحركات. كل ده جميل ووارد يا جماعه، بس انا هبقى شاطر في الكلام ده ولا لا؟ يعني هو بتاع سياسه واقتصاد، في ناس على فكره خريج سياسه واقتصاد وما بتشتغلش قنصل، يعني مش كل اللي بيتخرجوا من أيوه. كده مش شغال سفير ولا قنصل، عادي جدا، وشغال شغلانه عاديه ووظيفه عاديه وروتيني جدا، ولما بتتعاملي معاه ما تحسيش ان هو خريج كليه قمه، عادي جدا. على فكره زي مثلا في الطب عندنا في دكاتره، على فكره في دكتور يقول لك دكتور مش شاطر، في دكتور يقول لك ده اشطر دكتور. يعني حتى جوه كليات الطب اللي هي كليات بيقولوا عليها قمه، والهندسه في مهندسين بيبنوا عماير بتقع، صح؟ مش دي كليه قمه صح. في الهندسه؟ في أيوه. عماير بتقع، على فكره هو مهندس او ده خريج كليه قمه يا جماعه. طب بيجي يقول لهم معلش هي العماره وقعت بس انا خريج كليه قمه فما تحبسونيش، هو خريج كليه قمه والعماره وقعت، هتروح في داهيه. هو دكتور ونسي حاجه جوه بطن العيان، فده خريج كليه قمه فمعلش نسيبها في بطنه عشان هو خريج كليه قمه. المقياس اني هخش ايا كانت الكليه بس هبقى واحد من اشطر الناس اللي فيها. انا هعرفكم الكليه دي بتعمل ايه، الادب، الحقوق، الاقتصاد، السياسه، التجاره، كلها حاجات العالم مش عارف يعيش من غيرها. كل الناس دي عايشه، دي اعمده المجتمع. مش اصل والله الدكتور اهم من المحامي، مفيش حاجه اسمها كده. الدكتور مهم في مجاله، والمحامي مهم في مجاله، والمهندس مهم في مجاله، والقنصل مهم في مجاله، والسفير مهم في مجاله، والمحاسب مهم في مجاله. كل الناس دي قمه في مجالاتها. واضحه؟ واضحة. نطلع فاصل. نطلع. يلا. انت فهمتي ان احنا مش هنختار لك كليه، صح؟ أيوه. عشان بس لا احنا فاهمين، الناس اللي قاعده معانا دي اوعوا تبقوا فاهمين ان احنا نختار لها كليه، على فكره يعني احنا هي اللي هتختار ان شاء الله. بس زي ما قلت لك لازم بقى ترصي على الترابيزه كل امكانياتك، كل طموحاتك، كل دماغك، انت عايزه تروحي فين. عايزة أمسك حقوق المرأة، أشتغل في مجال حقوق المرأة. هي المراه ناقصه حقوق؟ طبعا. اه طبعا، ازاي يعني؟ طبعا. اه طبعا ازاي؟ طبعا في المجتمع اللي احنا طب فيه بالراحه، ده. عشان انت لما بتقربي بتخض وحسيت ان في طلعه كده في ده خد بقى لا ليه خلاص، لا لا. بالراحه احنا المجتمع اللي احنا فيه اوكي. المرأة ناقصها حقوق كتير قوي، حتى هتلاقي على السوشيال ميديا على طول الحوادث اللي بتحصل، ما بتلاقيش ان في اكشن بيتاخد على طول. اوكي. على طول في تأجيل، على طول في مثلا طلاق، ست بتتمرمط في المحاكم علشان تاخد في الاخر 3000 جنيه نفقة مثلا، ما يكفوش عيالها. طب ممكن اسالك سؤال هنا ولا اسيبك تقولي؟ اتفضل. انت قررتي كده ان انت هتشتغلي في الحقوق، قررتي ان انت هتشتغلي في حقوق المرأة، وقررتي ان انت هتشتغلي في مصر. اه. حلو ده. انت حلو. فهمتي انت عملتي في نفسك ايه، صح؟ اه. يعني انت كده عايزه تقولي لي ان انا قررت ان انا هدرس هنا، قررت كمان نوع العلم اللي انا هدرسه، ونوع الناس اللي انا هجيب لها حقوقها، وان انا عايشه هنا بقى عشان شايفه ان المرأة مقهورة عندنا جوه مصر. يعني انت ما عندكيش طموح ان انت تسافري؟ ما عندي. عندكيش؟ عندك؟ عندي. طب وهتسيب المرأة في مصر لمين؟ ممكن لا امسك الله بره. بقى، يعني لما منا ما هتسافر انا ممكن امسك بره. هتروحي تجيبي لهم بره بقى، تقول لهم على فكره يعني الستات في امسك. مصر. ايوه. ايوه، ويعملوا ايه بقى هم الستات في مصر؟ يعني انت عايزاهم ييجوا يصلحوا لنا ستاتنا هنا ولا يجيبوا لهم حقوقهم؟ ما هو احنا هنا مش عارفين. لا مفيش حاجه اسمها مش عارفين، مش ما انت انا. هتعلميهم تقعدي على راسهم. انا ست دلوقتي عملت معاها مشكله ايوه. وانت في امريكا، ايوه. هقول لها استني اما تركب منا الطياره وتيجي عشان تجيب لك حقوقك؟ ما فعلا. بلاش، عشان قرارك اللي انت خدتيه اترتب عليه ان انت منعتي نفسك او عطلتي نفسك عن حاجات تانية. انت بصيتي على سكوب صغير، بصيتش. بصيتي على حاجه. انت كنت قاعده على السوشيال ميديا، قعدتي في وسط ناس قعدوا يتكلموا عن المرأة حقوقها مهدورة، قعدوا عندك تجربة شخصية، عندك تجربة في ناس تعرفيهم، عندك ناس حكيت لك، عندك حاجة قريتيها، شايفة ان الناس دي بتوجه دماغك ناحية ان هم محتاجينك وان انت هتقومي تنصريهم. انت محتاجة ايه؟ كل الناس محتاجة كل الناس، احنا كلنا محتاجين الراجل اللي بيخبز العيش، ما نعرفش ناكل من غير عيش. صح. كلنا محتاجين السوبر ماركت، مم. كل الناس محتاجة بعضها، كل الناس محتاجة كل الوظائف. مش معنى ان انا اتعاملت مع دايرة معارفي، دايرة اقاربي، دايرة اصحابي عندهم قصور في حاجة معينة اقرر ان انا اكون نصيرة القصور ده، اقرر ان انا بقى اللي هجيب لكم حقوقكم اللي ضايعة في المنطقة دي. انت خدتي قرار بناء على خبرة حياتية معينة، ايوه. بنيتي عليها مستقبلك، مم. بنيتي عليها ان انا هبقى نصيرة المرأة عشان انت شايفة ان المرأة مقهورة.
طب هو ده اللي انت عايزاه ولا عشان انت شايفه ان المراه مقهوره؟ على فكره انت ممكن تبقى دكتوره وتشوفي حد من بتوع حقوق المراه بالمناسبه في العالم كله فيهم كل الوظائف، يعني مش أيوه، كلهم خريجين حقوق يعني، ما أنا في عارفة. دكاتره وفي مهندسين أيوه. وفي كل حاجه، كل الوظائف ممكن تبقي بتنصري حق يعني ممكن يبقى مناصره حقوق المراه بدور فعال بندوات، مش بدراسه، إمم. مش بالمحكمه، مش هاخدهم اروح بيهم المحكمه، يعني مش ست ضربت جوزها ولا جوزها ضربها والاثنين تاخديهم على المحكمه وخلاص انا لما اخرجها واحبس الراجل فانا جبت لها حقها. انت ممكن تعملي كده تتضامني معاها، انت ممكن تكتبي رايك على الفيسبوك، انت ممكن تكتبي رايك على اي سوشيال ميديا ان انا بنقد التصرف ده اللي حصل وهكذا. طب ما أنا ممكن أعمل كده بالحاجة أنا باحبها، يعني مثلًا لو أنا حابة أدرس حقوق وأنا حابة أدرس حقوق، فما أعملش ليه حاجة باحبها بدراستي اللي باحبها انا ما وأساعد خليتكيش في تسيبي حقوق بس أيوه، الاول، أيوه أنا فاهمة، بس انا بقول لك انت القرار اللي خدتيه حصرت نفسي. قفلتي نفسك خلاص بقى كده، احنا يا جماعه انا حقوق وهشتغل على حقوق المراه وفي مصر. إمم. انت شفتي الاختيار اللي انت اخترتيه أيوه. ضيق لك كل حاجه مره واحده. تجاربك الحياتيه مش واحده، دي التجربه قد تكون مؤثره اللي انت بتحكيه او اللي انت واخده في دماغك ان انا والله انا عايزه هشتغل على حقوق المراه، ده ممكن تشتغليه وانت في سياسه اقتصاد، ممكن تغيري سياسه الدوله تجاه ان هم بيتعاملوا مع المراه ازاي. في السياسه تعرفي تعملي كده صح؟ صح. في الاقتصاد ان انت تدعمي السيدات اللي بتشتغل في الاعمال بشكل اكبر، ده اقتصاد صح ولا غلط؟ في صح. المحاسبه والله احنا عايزين نوريهم ان المحاسبين الستات احسن من المحاسبين الرجاله، الستات بتعرف في الحساب اكتر مثلا. انا عارف ان أيوه. انت ادبي قلتي لي والحساب لما جبت سيرته انت عملتي كده، انا عارف انا كده دي وِحشة. بشوفها انا عارف دي إمم. مش وحشه، مش مودي، مش مش حتتي، مش مش لعبتي، مش قدراتي. مش لعبتي إمم. خالص. تمام، لازم تبقي انت واصله هنا ان الخبرات الحياتيه بتكون جزء من قرارك مش بتكون كل قرارك. فاهمة. الفرق ما بين الاثنين كبير قوي. إمم. انا وانا باكل لازم اكل رز، بس ما باكلش رز بس، باطبخ معاه شويه بطاطس، باطبخ معاه شويه فاصوليا، باطبخ معاه شويه خضار، صح ولا غلط؟ صح. فانت ممكن يبقى الرز بس انا بحب الرز كتير فهحط طبق رز كتير. الكوكتيل اللي احنا بنعمله هزود مانجا كتير عشان بحب المانجا. فانا هشتغل اي حاجه بس هبقى مركزه في الستات في المجال ده، عايز اوريهم ان الستات هم من اشطر الناس اللي في المجال ده. ده عندك كوز، عندك هدف، عندك حاجه بعيدا عن المستقبل بتاعك وعن الوظيفه اللي انت عايزه تمشي فيها، انت كمان عايزه توريهم لا احنا كستات اقوى، احنا كستات نقدر، احنا لينا مدخول او يعني انبوت نعرف ان احنا نبقى بندخله جوه المجال دوت بشكل مختلف، نقدر نبقى اشطر، نقدر نثبت وجودنا. ده تعرفي تعمليه في اي وظيفه أيوه. صح؟ صح. فرقت شويه؟ فرقت. فرقت شويه. شوية. نطلع نريح. نطلع نريّح. يلا.